يلا يا احمد عشان نملى البلاط. لا مش جاي. لا بس حزن. هقول لابوكي 3 بالله العظيم لكون عيل. اوعى يا احمد، اخاف لك وعمري ما اكلمك تاني. امسك امسك يا احمد حته العريسه دي. خلاص يا احمد. خلاص مش هقول. وانت ما عملتيش تعملي كده تاني. واني عملت ايه يا احمد؟ ده اني كنت رايحه املى البلاص وقابلته بالصدفه. سلام يا اخت. ده شافه وهو بيشاور لك وبالاماره على سطوح بيته. اخص عليك يا احمد، انت بتتجسس عليا؟ ما انتش عارف ان دي حرام. خلاص ما عدتش هتجسس وانت ما عملتيش تعملي كده تاني. اتفقني؟ اتفقني. واللي كان المفروض هيجي بعد اسبوع عدى يجي شهر على ما جه. وخلال الشهر ده حسنى كانت على اعصابها. عدلي ايدك يا حسني، الخياطه ميت. اعذريها يا خالتي، بالها مشغول. بس يا بنت الكتم. عندك حق، ما هو قال جاي بعد اسبوع. فات اسبوع وراه اسبوع واسبوع كمان ولا حس ولا خبر. يمكن هيستنى لما يخلص ويرجع. ما حدش راجع من الجيش. حسنا اخو الواد مجعي ما رجعش وراه. السلام عليكم. عليكم السلام. وانتوا لسه ما نمتوش يا ولاد؟ بنخلص المريالة بتاعت احمد. مفيش اخبار عن صالح؟ لا والله يا ام احمد، ده حتى ابوه مشغول عليه قوي. بيقولوا في حرب في فلسطين. محدش من شبان البلد رجع من الجيش. دي كانت أول مرة أسمع فيها اسم فلسطين وأعرف إن اليهود بيحاربوا الفلسطينيين وعاوزين ياخدوا بلدهم. بعد كام يوم شفته وهو راجع. مالك؟ ولا يا مالك؟ الحق اخوك اهو معصر عجلان. حسنى حسنى حسنى. ايه يا ويلة مالك مسروع كده ليه؟ صالح عجلان ماله صالح يا احمد؟ رجع من الجيش. شفت رجع مع حسان اخو الواد مجعي. وجيت تقول لي جري يا ضنايا. انا عارفك انك مستنيه على نار يا اختي. صح يما؟ ايوه امال صح يا احمد. عقبال يا ولا ما نخطب لك انت التاني. تكتبي له ايه يا خالتي؟ مش لما يخش المدرسه الاول. ما هو خلاص اهو يا بنت، ما عادش حاجه يبقى افندي قد الدنيا. حطي لي مخلة الكتب بتاعتي يما. مخلة ايه يا احمد؟ اسمها شنطه. قولي للعيال بيقول عليها ماهر. مالكيش دعوه انت. اني خيرتها لك يا حبيبي، ما تشيلش هم. يوم دخولك المدرسه هتبقى جاهز من مجاميعه ان شاء الله. الفرحة اللي كانت على وش حسنى في اليوم ده كانت فرحة كبيرة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهيرجع الجيش تاني؟ مش عارفه يا احمد، بتهيألي لسه له شهر ولا حاجه. انت مش عاوزاه يرجع الجيش تاني؟ ايوه يا احمد. ليه يقطع الصباع اليمين؟ بعد الشر. اخص عليك يا احمد. اي والله. الواد مجعي اخوه قال له كده. في ناس قطعت صباعها اليمين عشان ما تروحش الجيش. يا احمد ده كل اللي فاضل له ايام. يلا نحضر الغدا. شفتيه يا اختي واطمنتي؟ الله، جرابت ما تخليكي في حالك. اللي هنتعشى ايه يا خالتي؟ احنا ولا بسلامته؟ الله، وبعدين يا خالتي؟ ولا قبلين يا اختي. اذا كان علينا احنا هنتعشى رز وعدس. هو كل يوم رز وعدس رز وعدس.
يابا انا ماليش دعوه، مش باكل معاك. امال عايز تاكل ايه يا ابن نعمان؟ لحمه ياما. او النبي ياما، احنا من زمان ما كلناش لحمه ولا ضفر. اظن جاتلك على الطبطاب دي يا حسني. انا ما قلتش حاجه يا خالتي. طيب يا اختي روحي امسكي دكر البط اللي بنزغطه. يلا يا احمد ننزل تاكل البطل وانت. احنا عاوزين نتمرجع. استنوا بالدور كده، انا بعد مرعي وانت بعدي ومحمود بعد. بالدور كده. يا سلام، ما انتوا تتمرجعوا طول النهار. طول النهار؟ طول النهار ايه؟ ده لسه جاي الوقت. تعالى يا ليلى، انا هروح. تروح ليه؟ انت لسه جاي. هلحق مع فيها حسان، بس مسافر بكره على فلسطين. فلسطين؟ اه والله، رايحين يحاربوا هناك. طب هما رايحين يحاربوا، هتروح تعمل له ايه؟ مش اخويا يا ابني، لازم اقعد معاك. ها؟ يعني انت راجع تاني يا صالح؟ ايوه ياما. يا ابني علي حسك شويه. ايوه ياما، هما كام اسبوع كده وخلاص. طيب اهلا يا احمد، تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى اقعد جنبي هنا. ازاي الناس اللي عندكم؟ سلام عليكم. رحت المدرسه ولا لسه؟ لسه شويه. وازاي امك واخواتك يا احمد؟ الحمد لله يا خالد. سلام عليكم. بقول لك ايه يا عم صالح، قال انت هتروح فلسطين؟ قوم خش معايا جوه احمد اما اغير هدومي. هو الواد ابن نعمان قال اخوك هيروح فين يا نعمه؟ وانيش عرفني ياما. ليه؟ احنا اصلي مش قايلين لامي على حكايه فلسطين دي. البلد كلها عارفه. ايوه بس الامهات لا، ليه؟ عشان ما يقلقوش. انت عارف الحريم قلبهم ضعيف يا شيخ احمد. ايوه صح، يعني انت رايح تحارب زي حسن اخو الواد مرعي؟ ايوه امال، احنا الاتنين في واحده ورايحين مع بعض. رايحين تحاربوا؟ امال يعني رايحين نتفسح يا شيخ احمد؟ تحاربوا مين؟ اليهود. ليه؟ لانهم خدوا بلد الفلسطينيين وطردوهم وشردوهم وقتلوا منهم ناس ياما. والفلسطينيين دول مسلمين زينا؟ ايوه يا احمد، وعرب زينا بالظبط. مش كده وبس، ده كمان في ناس كتير قوي من بلدنا هنا اصلهم فلسطينيين وشوام. عارف يا احمد، زمان كانوا العرب كلهم بلد واحده. لما تروح المدرسه وتقرا التاريخ هتعرف الحاجات دي كلها. عارف يا عم صالح، انا نفسي لما اكبر احارب اليهود زيكم. هيكونوا انكشحوا ورجعوا بلادهم تاني. دول شويه عصابات يا احمد، واحنا جيش نظامي. اسبوع ولا 2 نروح نطردهم ونرجع. طيب انا ماشي بقى. ما قلتليش حسنى ازاي؟ كويسه. بقول لك ايه، ما تتعشاش هنا. ليه؟ عاملين لك دكر بط، امي بتزغطه بقالها يجي سنه. ماشي يا عم احمد، نتعشى مع بعض الليله. فلسطين ايه بقى؟ دول بيقولوا الجيش راح خلاص. لا يا عم نعمان، الوحدات بتتجمع كلها لسه. يعني انت هتروح برضو يا صالح؟ ان شاء الله، بس مش هناخد وقت. وبيقولوا عندنا في الجيش ان في جيوش عربيه تانية هتخش معانا. واليهود دول عاوزين ايه من فلسطين؟ انا عارف، اهي تلاقي حجتك. شويه عصابات استولت على ارض الناس الغلابه وبيوتهم وطردوهم منهم. واحنا مش قادرين لهم. الانجليز معاهم يا احمد. يا دي الانجليز، هم في كل نصيبه كده. امتى ربنا يخلصنا منهم بقى؟ ده هي تاخدهم الاتنين في ساعة واحدة. وديه معناه ان احنا هنأجل الدخل شويه. لا يا عم نعمان، احنا على ميعادنا ان شاء الله. الحكايه مش هتاخد اسبوع ولا 2 ونرجع على طول. انت هتضربهم بالبندقية؟ لا، بالمدفع يا احمد. انا تسليحي مدفعيه. مادام بالمدفع يبقى تخلصوا بالعجل وترجعوا. تاني يوم سافر صالح فلسطين، وبعدها بيوم أو يومين مش فاكر دخلت المدرسة. الفطيرة اهو، روحي صححها. روحي انت صحي يا خالتي على ما يلبس يكون كتير السوا. طب ما تحطوش في الفرن لما يهدى شوية عشان ما يتشعوطش. أحمد قوم يا ولا عشان تروح المدرسة. مريالة فين؟ المريالة في ايدي اهي، يلا قوم بقينا الصبح.
مرعي جه. لا لسه ما جاش. يلا قوم عشان تتشطف وتفطر. يلا خلصني. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتيجي تفطر يا حاج احمد؟ لا مش هلحق عشان اتاخر. اخر على ايه يا هالي؟ ما لسه بدري. المدرسه بتخش الساعه 8 والساعه لسه ما جاتش 7. أنا هديله فطيرة ياخدها معاه وهو رايح. يلا يا سيدي، ادي الصندل الجديد بتاعك اهو. البس هات رجلك. صندل ايه ياما؟ انا عاوز جزمه زي كل العيال. لما يدخل الشتي هبقى اجيب لك الجزمة. يلا بقى بلاش لكاع، ده غيرك بيروح بالقبقان. بص يا ياما انا عاوز جزمه. وبعدين بقى يا أحمد، امسك يا حبيبي. دي تاكلها الوقت، ودي احطها لك في الكيسة بتاعتك تبقى تاكلها في الفسح، فاهم؟ يلا يا اوعى حبيبي. حد ياكلها منك، خلي بالك من نفسك. تحب اجي اوصلك للمدرسه؟ لا ماما هيجي ونروح سوا. يا احمد، احمد يا عربي. ايوه جاي اهو. على مهلك يا احمد، على مهلك. لسه فاكر اليوم ده زي ما يكون امبارح. لأول مرة ألاقي نفسي في تجمع كبير كده وكله لابس زي بعضه. اقعد يا ولد، اقعد يا ولد. الطويل ورا والقصير قدام. اللي يقعد في حته ما يتنقلش منها بعد كده، فاهمين؟ كل واحد يقعد ساكت ويربع ايده. اللي يسمع اسمه يقوم يقف. انا بقول اسمع اسمه يقوم يقف. اقعد يا حمار انت، اقعد. احساسي يوميها كان غريب. اتخطفت من بيتي والغيط والناس اللي اعرفهم، واترميت مره واحده وسط نظام وناس ما اعرفهمش. حسيت فجاه اني بقيت بشكل ما راجل ومسؤول عن نفسي وعن تصرفاتي. حبيت المدرسة؟ جدا، خصوصا في السنه الاولى والثانيه، لكن بقى في السنه الثالثه كرهتها موت. ليه؟ بسبب مدرس الحساب. كان اسمه الاستاذ عجمي. كان كشر وقاسي، بيضرب العيل مننا لاي غلطه ولو بسيطه. يا ساتر. عشان كده اتبنى جوايا من بدري ان اهم عنصر من عناصر العمليه التعليميه هو المدرس. ممكن يحبب الطفل في المدرسه وممكن يكرهه فيها، وده اللي انا رايته في مدارس العربي بعد كده حتى في الجامعه. بلاش ننط في الأحداث. عمه صالح خطيب عمته حسنى راح فلسطين عشان يحارب، وبعدين في يوم عمري ما هنساه، كنت راجع انا وصاحبي مرعي راجعين من المدرسه. سيبني من هنا لحد البيت اسافر. وفيه حسن. صالح مات. صالح مات. يقولوا مات في فلسطين. ما تقولش مات يا حسني. عمكم صالح استشهد في فلسطين يا اولاد. يعني ايه استشهد يا عم علي؟ يعني ما ماتش يا مرعي. وربنا بيقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. انا هرجع البلد تاني يا عم علي. لا يا احمد، مش هيرجع تاني يا حبيبي. عمكم صالح دلوقتي فوق في الجنة مع الشهداء والأبرار، واحنا مش لازم نعيط على الشهداء، لازم نفرح لأنهم هيخشوا الجنة.
تعالى يا احمد. جعان يا حبيبي؟ لا، حسنى فين؟ في اوضتي. ربنا يكبر امه وابوه. ولا الغلبانه ما لحقتش تفرح دي. الله يرحمك يا سعدة. صالح مات يا احمد. ما تقوليش ميت، قولي استشهد. عارفة يعني ايه استشهد يا حسنى؟ قول لي يا احمد. يعني ما ماتش. ربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ربنا ما يحرمنيش منك يا احمد. عرفتها منين دي؟ خدناها في المدرسة وعم علي قالها لي دلوقتي. وبيقول كمان المفروض ما نعيطش على الشهداء، المفروض نفرح انهم هيخشوا الجنة. يا حبيبي يا احمد، ربنا يجمعنا بيهم هناك. عارفة بقى يا حسنى؟ ايه يا احمد؟ اما اكبر اخش الجيش هنتملك منهم. من مين؟ من اليهود اللي قتلوه. 3 بالله العظيم ما نرجع لما نتملك منهم يا حسن. حاجة من الأفندي بتاعنا بيقول إنهم كفرة وقتلوا الأنبياء. كانت أول مرة في حياتي أشعر بالحزن، أشوفه وألمسه. صورة عمرها ما هتغيب عن خيالي. طب كفايه كده. بابا، حضرتك مش متضايق عشان بتحكي لي على كل الحاجات دي؟ هو الحقيقة في الأول كنت متضايق، يعني مش متضايق، ما كنتش مستريح، لكن شفت إنها لعبة أهرب بيها من مشاكلي. لكن شوية شوية انسحبت معاكي جوه اللعبة. عارفة يا ريم، في حياة كل بني آدم مننا أسئلة كتير قوي محتاجة الإجابات. يا إما بينسى يجاوب عليها، يا إما ما بيرضاش يجاوب عليها ويسيبها كده من غير إجابات. علشان ما يواجهش نفسه؟ بالظبط. يعني افهم ان دي فرصة للمواجهة؟ الصدق؟ أيوه. طب وجودي انا شخصيا في المواجهة دي مش عامل لك اي مشكلة؟ في الأول كان عامل، لكن كل ما كنا بندخل في الأحداث كان بيبقى الأهم الإجابة على الأسئلة المطروحة. طب تصبح على خير. بونوي. ما قلتليش الكلام اللي أنت سمعتيه وسجلتيه ده عمل فيك إيه؟ يوه، حاجات كتير دي عايزة لها قاعدة يا دوك. طب ما تقعدي تقولي لي. عارف يا بابا، انا حاسه احساس غريب كده، بس ما تضحكش عليا. مش هضحك عليكي. ها قولي لي. حاسه اني كبرت مره واحده وبحسد نفسي قوي يا بابا. عارف، انا صعبان عليا اخواتي وزميلاتي حتى ماما. ليه؟ لانهم مش عايشين التجربه اللي انا عايشاها. طب مش تستني قدام شوية، يمكن تلاقي حاجات ما تعجبكيش. بابا، انت تجربه غنيه غنيه قوي. انا مش قادره اوصف لك احساسي عامل ازاي وانا بقرب من ناحيتك. غريبة، مع انك كنت ابعد واحدة من بناتي. من بره بس، لكن انا كنت بحاول اقرب منك من بعيد وراقبك. بابا، انت كنت بالنسبه لي جبل عالي مش قادره افهمه ولا اجيب اخره، بس كنت دايما بحاول اقرب منه واتامله. تقربي مني ده ايه؟ ده انت الوحيدة اللي اعلنتي التمرد عليا من بدري. انت الوحيدة اللي رفضتي تركبي العربية بتاعتي والسواقي شغلك. كل ولادي بيسمعوا الكلام الا انت. بقى بنت احمد العربي تخرج من البيت راكبة عجلة وعلى ظهرها شنطة كحيانة وتروح بيها المدرسة. انا شنطتي كحيانه دي جميله. طب اسمعي بقى، ما دام احنا قاعدين قعدة صراحة كده، ممكن تقولي لي كنت بتعملي كده ليه؟
يمكن كنت بقلدك. تقوم تعصي اوامري؟ لا، اني اعمل الحاجه اللي انا مقتنعه بيها مش اللي الناس عايزيني اعملها. انت عارفه حكايه البسكليته دي فكرتني بحادثه مهمه جدا، يمكن تفسر لك حاجه عن شخصيتي. حابب تحكيها دلوقتي؟ ايوه. مش تعبان؟ لا. طب افرض بقى ان انا تعبانه. خلاص نخليها لبكره. لا 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 لا، انت صدقت ولا ايه؟ اتفضل معليك. طب مش ناكل الاول؟ ايه ده؟ انت لحقت الجوع ولا ايه؟ انت هتفرضي وصايتك عليا، عايز اكل. طب خلاص ما تنرفزش نفسك، بس على شرط. اكمل مش كده؟ يلا بقى، هنطلب الاكل هنا ولا ننزل ناكل تحت؟ هننزل ناكل تحت، اتفضلي. طب استنى ما اشغل الكاسيت. اتفضلي. يلا بينا. الحكايه اللي هحكيها لك دي ممكن تديلك فكره عن شخصيه احمد العربي. افتكرتها لما اتكلمنا عن حكايه البسكليته بتاعتك. كانت بسكليتة برضو؟ لا، كانت مرجحه. واو، مرجحة؟ انما ايه بقى؟ حته حكايه. انا سابق قلت لك قد ايه انا حبيت المدرسه لما كنت في سنه اولى وثانيه وثالثه. سنه رابعه بقى كرهتها. جالنا مدرس حساب جديد كرهني في المدرسه وفي الدنيا بحالها. حساب. كان عامل زي الديك الشركسي وفي ايده عصايه عاملها لنا مخصوص يضربنا بيها. وميادي حسني سمع جدول 5 في 5. 5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35، 5 في 8 ب40، 5 في 9 ب45، 5 في 10 ب50، 5 في 11 ب55، 5 في 12 ب60. اقعد يالا كويس. منظره وهو بيدور وسط التخت وبيضرب ايده بالعصايه كده كان بيخلي جتتنا تقشعر، واللي حافظ ينسى. ومياد يا احمد يا ابن عمان، قول لي جدول 6 في 9. ها، اظني ما حفظتش. لا والله يا فندم حافظ جدول لغايه 10. امال ايه؟ ساكت ليه يا ولا ما تنطق؟ اصل ايه يالا؟ اصل ايه؟ افرد ايدك يالا، افرد يا ايدك يالا، افرد يا حبيبي، افرد. كان شخصيه ساديه ايه اللي بيهاد ايدك يالا؟ زي ما يكون اتخلق عشان ينتقم مننا. افرد يالا، افرد ايدك يالا كده، افرد. تعال اي افرد يالا. انا لسه عملت حاجه؟ افرد يالا. افرد ايدك يالا. يا حبيبي، إلهي ينشك في إيده البعيد. تعالى يا خالتي شوف الراجل المفتري عامل إيه في أحمد. ايه يا ولا مالك فيك ايه؟ الأفندي بتاع الحساب شرح له إيده بالعصاية. يا لهوي، وريني يا واد كده. يا قلب امك، لازم يا واد ما كنتش حافظ. لا والله ياما حافظ. مش هي مسمعلي جدول الضرب اللي امبارح يا حسني؟ أيوة يا أخويا مسمعهولي. وهي حسنى هتعرف جدول الضرب منين بس؟ خديه يا حسنى، حطي له عليهم شويه مرهم يدبلها له. إلهي تنشك في ايدك يا فندم الحساب يا ابن حواء وآدم. قلت لك يا عائلة الواد مش بتاع علام. مش بتاع علام ده ايه؟ الولا شاطر يا نعمان، لولاش بس الافندي بتاع الحساب دي اللي عامل زي الديك الشركسي هو اللي متقصده. متقصدوا ليه؟ في بينهم طار. الواد ابنك ده احسن حاجه ليه يسيب المدرسه ويجي يشتغل معايا في الغيط. ده كلام برضو يا ابو احمد، ده احنا ما صدقنا ان الولا بقى في سنه ثالثه. وبعدين الواد حلو، الواد حلو وعقله نضيف. ولما هو عقله نضيف كان ليه المدرس يضربه لغايه لما يورم له ايديه بالشكل دي؟ مفتري وما عندوش ضمير. ما تعدي عليه يا اخويا في المدرسه توصيه على الواد وتقول له يخف عنه شويه. لا مش هعدي عليه يا عائلة، والواد ده اذا ما كانش عارف يكمل في المدرسه بمجهوده يسيبها. انا بقول لك اهو، انا لا كنت متعلم ولا ابويا الله يرحمه كان متعلم، وما احناش وحشين يعني. ولا انت ليكي راي تاني؟
لا طبعا، الرأي رأيك يا ابو احمد. وانت خليتي لي رايي ولا نيلي؟ ما انت دخلتي الواد التاني راخر المدرسه، وانا هعرف اجيلك في جنبي يا بنت المركز؟ بكره اما تشوفهم حواليك محترمين ومالين مراكزهم هتدعي لي يا ابن الكفر. لا هو انت ناويه تخليهم يكملوا علامهم في المدرسه يا وليه؟ ايوه امال، ربنا يخليك ليهم ويتربوا في عزك. امال ايه يا اخوي؟ طب اسمعي بقى، اي واحد فيهم يسقط ولو سنه واحده 3 بالله العظيم. ما تحلفش. لا هحلف، والله 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 اي حد فيهم يسقط ولو سنه واحده يسيب المدرسه على طول ويجي لي على الغيط. انا قلت اهو. انت لسه صاحي يا احمد؟ ايوه مش عارفه انام. ليه يا ضناي؟ شوف ايدي عامله ازاي يا حسنها. المرهم ما ريحهمش ابدا، مش طايق احطهم تحت الغاطي. منه لله البعيد. معلش، طلعهم بره الغطا ونام. احط لك عليهم شويه زيت. وهيعمل ايه الزيت؟ بقول لك ايه يا حسن، انا ما عادش عاوز اروح المدرسه دي خالص. وده كلام برضو يا احمد. ايوه يا حسن، الافندي ده متصلني انا بالذات وهيفضل يضربني كل يوم. يرضيكي كده؟ لا ما يرضينيش يا احمد، بس مش معنى كده انك ما تروحش المدرسه. ابوك مش هيرضى وهيموتك. لا ابويا هيرضى، امي هي اللي مش هترضى. اديك قلت ايه، امك عاوزاك تتعلم وتبقى راجل محترم. يعني هو ابويا مش محترم؟ محدش قال كده، بس العلام حاجه تانية برضو. والنبي يا حسن ورحمه عم صالح لا تقولي لها تعتقني، وانا هشتغل في الغيط مع ابويا عشان خاطر ربنا يخليك يا حسن. طب نام دلوقتي واني هكلمها. قولي لها ان الافندي بتاع الحساب مش هيسيبني في حالي ابدا ابدا طول ما انا عايش. طب نام الوقت والصباح رباح. هتقولي لي ايوه بس نام. لو انت هتفضل معلقهم كده اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. يلا يا عائلة، الشمس قربت تطلع. صباح الخير. الله اكبر. صباح الخير يا حسني. صباح النور يا خالتي. الولا احمد صحي؟ لا لسه، اخش اصحيه؟ لا سيبيه ينام له شويه على ما نخلص. الواد مش عاوز يروح المدرسه. يا اختي سيبك منه. ليله امبارح ايديه كانت وجعاه ما عرفش ينام وحلفني كتير عشان اكلمك. تكلميني في ايه؟ مش عاوز يروح المدرسه. ده عشم ابليس في الجنه. الواد ده بيتدلع يا حسني. 3 بالله العظيم ان ما اتعدل لكم مدياله علقه يحلف بيها طول عمره. ما هو الافندي بتاع الحساب ده ملوش حق برضه. هو العلام يبقى بالطريقه دي؟ يا اختي ما انا قلت لابوه يروح يكلمه مرضاش. طب ما تروحي انت يا خالتي. يا لهوي، اروح له فين يا بيت؟ انت اتصبتي في نافوخك؟ تروحي له مدرسه. ايه؟ لا ليه؟ لا هو عيب ولا حرام، لحسن الواد يهرب المدرسه. لا يا حسنى لا، ابوك يزعل يا بيت. لا يا اختي لا. يلا يا عائلة، اتأخرت. حالا يا اخوي، الفطير كان بيطلع اهو. الهنا والشفا. الله يهنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولاد يلا هتتأخروا على المدرسة. يا أحمد يا محمود. نعم ياما. صح أخوك يا ولا. مش انا ياما. يمكن يكون راح الحمام. يلا قوم أنت. ما هوش في الحمام، أنا لسه جاي من هناك. الله، أمال هيكون راح فين يعني؟
الولا عندك يا حسني؟ لا. طب شوفيه كده في الزريب. وايه بس اللي هيوديه في الزريبه؟ لا امال هيكون راح فين بس؟ يا احمد، يا واد يا احمد. مش في الزريبي. يا لهوي، الواد مش في البيت خالص. مش في البيت خالص؟ امال يعني هيكون راح فين؟ يمكن بدر وراح المدرسه. مدرسة؟ مدرسة ايه؟ مريالته على السرير والجزمة كمان موجودة. ما شفتوش اخوكوا يا ولاد؟ اطلعي يا نجاة شوفي اللي يكون نايم فوق. مش هنا، امال هيكون راح فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هيكون راح فين بس الواد؟ يمكن بات بره البيت. أنا منيمة امبارح ومغطياه بنفسي. سبحان الله. امال يعني هيكون راح فين بس الواد؟ ما تشوفوا في الغيط يابا. وايه بس اللي هيوديه الغيط في السعادة؟ أهو شوفوا يمكن يكون هناك. هشوف. تعالي معايا نفك البهايم عشان اتوكل. عائلة بدي عائلة راح فين الولاد؟ ولا يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هاني وانا قلب عليك الدنيا يا خايب يا ابن الخايبه. مش عاوز اروح المدرسه يا أم. هتروح والجزمه فوق دماغك. يما الافندي بتاع الحساب متقصدني وكل يوم هيضربني. ان شاء الله حتى يموتك. لما تبقى تموت تبقى ما تروحش المدرسه. امسك يا ولد امسك. ايدي ما بتردش عليا ليه يا وليه؟ يلا يا ولا. أنا قلت من الأول الواد ده ملوش في العلام. تعال. تعال. كده يا احمد تعمل فيا كده؟ يما الراجل ده هيموتني والله. يا ولا ما تخافش، مش هيقرب لك ولا هيلمسك تاني وهتشوف الوقت. عم مغاوي افتح يا عم مغاوي. ايه يا ابو احمد؟ يا اخويا افتح. خلاص الدرس ضرب والمدرسه دخلت. معلش يا اخويا الواد كان تعبان. افتح يا راجل يا طيب. انا فين بس يا ام احمد؟ هروح اقابل الناظر. امسك دور على مخرج في اوضه الناظر يا ولد. اللي هناك دي. تعال. يا واد هتيجي معايا تعالى ما تخافش. السلام عليكم. ايه يا ست في ايه؟ خير؟ بعد اذنك. اتفضلي. اني ام احمد العربي. ايه يا احمد؟ متأخر عن الطابور ليه يا ابني؟ اني اللي اخرته يا بيه. اصله كان محموم طول الليل وما نامش. طب كان ياخد اجازة النهاردة. طب مش تسالني الاول هو كان محموم ليه؟ واني لازم اسأل؟ ايوه امال. هو مش تلميذ في مدرسه حضرتك وانت المسؤول عنه؟ طب هو كان محموم ليه؟ ارفع يا احمد ايديه وريهم يا اخويا لحضره الناظر. يرضيك كده يا سعاده البيه؟ انت في سنة كام يا احمد؟ في رابعه قوي. عجم افندي اللي ضربك؟ اه. طب روح انت فصلك يا ابني. يعني صح كده يا سعاده البيه؟ هو العالم يبقى بالطريقه دي؟ للأسف فيه مدرسين فاهمين العملية التعليمية غلط. الواد بعد ما كان بيحب المدرسه زي عينيه بقى بيكرهها عامة. على العموم الغلط يتصلح وما تزعليش يا ست ام احمد. يا به اني نفسي الواد يكمل في العلام، مش عايزاه يكره المدرسه.
والوزارة هي كمان عايزة كده برضه. يا ست ام احمد، الوزير بتاعنا قال ان التعليم زي المية والهواء. يسلم فم، اهو ده الكلام الصح. حد يقدر يعيش من غير الميه والهواء؟ ان شاء الله مش هيحصل مشاكل بعد كده، بس انت خلي الواد يذاكر. من عيني. شرفتنا يا ست ام احمد. ربنا ما يحرمناش منك، الهي ربنا يبارك لك. قادر يا كريم يا رب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحدة فلاحة تروح تقابل الناظر وتشكيله من المدرس وتناقشوا في اللي يصح واللي ما يصحش، دي كانت أول مرة تحصل في بلدنا. متشكرين يا راجل يا طيب. العفو يا ست ام احمد. مع السلامه. الله، جميلة قوي إننا عائلة يا بابا. خسارة إني ما شفتهاش. أمي كانت سابقة زمانها، البلد كلها كانت لسه ابتدت تطلع وتحدث نفسها، والتعليم كان لسه ابتدى يدخل القرى. طب عمل إيه الأستاذ عجمي؟ هو الأستاذ عجمي بس؟ العيال كمان ما سابونيش، بقيت مقلسة المدرسة كلها. وبعدين؟ كرهت المدرسة أكتر وأكتر، وبقى نفسي أسيبها وأشتغل. لولا إن أمي ضغطت عليا في السنة دي ما كنتش نجحت، وكان نجاحي بالعافية، لكن فكرة إن أنا أسيب المدرسة فضلت مسيطرة عليا. طب وبعدين لو كنت سبت المدرسة كنت هتعمل إيه؟ أشتغل، أكسب فلوس تقنع أمي إنها توافق. المهم السنة دي كان رمضان جاي في عز الصيف. طب وكنت بتصوم؟ أيوة طبعا، مع إنه كان بيبقى يوم صعب جدا. في السنة دي كان رمضان جاي في عز الصيف والدنيا حر، وقبل المغرب بيبتدوا يحضروا الفطار. كانوا بيقولوا إن اللي ينسى ويشرب يبقى ربنا هو اللي نساه وصيامه ما يضيعش. أنا بقيت أتمنى إن ربنا ينسيني وأشرب من القلل اللي حسنى ونجاة كانوا بيملوهم مية ويحطوا عليهم موارد ويسيبوهم يسقعوا على ما المغرب يدن. ولا البطيخ، طبعا ما كانش فيه تلاجات، فكان بيتحط يسقع هو كمان زي القلل، وأنا أقعد قدامهم زي المسحور عيني عليهم، ويتهيألي إن المغرب مش هيدن أبدا. كان بيبقى خلاص محدش طايق يقعد في البيت، لأن الكوانين شغالة وريحة الطبيخ طالعة ترد الروح، والواحد هيموت من الجوع. حرام حرام كده يا واد يا أحمد. لو مش قادر على الصيام افطر. لا، افطر ايه؟ ده ما عادش حاجه على المغرب. انا عاوز قرصه ولا لقمه اخدها معايا وانا رايح استنى المغرب اكسر بيها صيام. طب امسك ويلا. ليه كده يا بنت يا نجاة؟ هتتصد نفسه مش هيعرف يفطر. يا غلبي منكم. امسكي. قبل المغرب بنص ساعة كانت العيال تخرج للوسعية اللي قدام الجامع بتاع البلد تستنى الأذان. مين بقى اللي كان بيدى المغرب؟ مين؟ عمك الشيخ حسن هايص. الناس كانوا مسمينه كده، الظاهر كان بيهيص وهو صغير. المهم عمك حسن كان بيبقى نجم النجوم في البلد طول شهر رمضان. بعد رمضان محدش يعبره. ليه؟ لأن هو اللي كان بيدى المغرب عشان الناس تفطر، وكنا كلنا نفضل واقفين باصين ناحية المبنى عينينا متعلقة بيها. أول ما عمته تظهر تلاقي العيال هاصت. بعد كده يمد إيده في جيب السديري يطلع الساعة ويفتحها، نسمع تكة الغطا وهو بيتفتح ويبص فيها. وفين بقى لما يرفع ايديه حوالين ودانه